ده مش تسالي، ده فنكوش، وده أسوأ أنواع المقرمشات سواء في الإعداد أو التخزين. ده كفاية إنه ملوش تاريخ صلاحية، والاعتماد عليه بيجيب للأطفال أنيميا لأن هو ملوش أي فايدة. ده كفاية إنه لما بيتفاعل مع زيت السخن بيكون مادة سامة اسمها أكريلاميد. فياريت بلاش فنكوش. اوعى تاكل نشويات مقلية، لأن النشويات المقلية مع الزيت بتكون مادة ضارة جدا اسمها أكريلاميد، وللأسف المادة دي مسرطنة، زي البطاطس المقلية، زي البانيه ما انت بتغلفه ببقسماط، وزي الفنكوش اللي طالع جديد اللي الأمهات بتجيبه من عند العطار عشان تقليه لولادها. أصل الموضوع كان ناقص فنكوش. أخطر منتج غذائي في العصر الحديث اللي خلى الأطفال مش طايقين أكل البيت وعايزين أكلهم يبقى كله من بره، وده المنتج اللي فيه مادة المونوصوديوم جلوتاميت الموجودة بقى في الشيبسي، في النودلز، في التوابل الجاهزة بتاعة البطاطس والفشار، في المرقة، المقرمشات الملونة دي بتاعة الأطفال. لو شفت المنتج اللي فيه المادة دي اهرب واوعى تشتريها ولا ببلاش. المادة دي بتسبب الإدمان عند الأطفال وبتخليهم مشتتين ومش مركزين. مش عايز تاخد سيدوفاج عشان تعالج مقاومة الانسولين؟ اقولك على حاجتين بديل للسيدوفاج هتشكرني عليهم وهم ملهمش اثار جانبية. هو القرفة العيدان وخل التفاح اللي هتضيف معلقة منه على كوباية مية او هتضيف معلقة منه على السلطة. تعرف منين ان انت بدأت تتعالج من مقاومة الانسولين؟ الجوع عندك بدأ يقل، شهيتك للسكريات ما بقتش موجودة، العلامات الغامقة قلت، محيط بطنك بدأ ينزل. انا عايز اعرف ايه اللي يخليك ما تبدلش كوبايه النسكافيه والقهوه اللي بتاخدهم على الريق بكوبايه لبن جنب الفطار؟ ده افضل مصادر البروتين والكالسيوم واللي الجسم بيعرف يتعامل معاه لانه بيمتصهم كويس. كمان هو علاج طبيعي للامساك، والناس كلها دلوقتي بتشتكي من الامساك. كمان هو بيغذي البكتيريا المفيده في الامعاء، فبالتالي بيعزز صحه الجهاز الهضمي، وكمان بيرفع المناعه وبيعالج الحموضه، والناس كلها دلوقتي مش قادره تمشي من غير ادويه حموضه. اللبن بريء من الاشاعات اللي طالعه عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. هتفضل طول اليوم عندك قلق وتوتر، ما عندكش صبر على حاجة، ما عندكش مجهود، حاسس الجو كله طاقة سلبية، كمان مش هتقدر تنام كويس. كل ده عشان اول ما بتصحى بتجري على تليفونك، وده كفيل انه يعلي هرمون الكورتيزول ويخليك طول اليوم متوتر وعرضة اكتر للامراض المزمنة. شرب الشاي الفتلة مش هيخليك من ايجيبت، ولا الشاي السايب هيخليك موضة قديمة. بالعكس، لو تقدم لك شاي فتلة في اي حتة سواء قضيف او في اي كافيه اهرب، لان المواد المستخدمة في تبييض الباكت بتاع الشاي الفتلة بتتسرب مع درجة حرارة الغليان وهتوصل لجسمك وهتسبب لك امراض خطيرة احنا في غنى عنها، زي التسمم العصبي والزهايمر والخرف. هو شبه الجيش اللي بيدافع عن الجسم، لانه مضاد قوي للاكسده، مضاد قوي للالتهاب، كمان بيقلل من خطر الاصابه بتصلب الشرايين، وبيظبط سكر الدم. ممكن ناكله في الفطار مع البيض الاومليت مع الجبنه، ناكله مع الغدا، بس نراعي الكميات. ده زيتون اخضر بقى ولا اسود؟ تابعني عشان تعرف الاجابه. غني بمادة الانسوسيانين اللي الدراسات اثبتت ان هو بيقلل نسبة التعرض للاصابة بالكانسر. كمان هو بيغذي ميكروب الامعاء وبالتالي بيرفع جهاز المناعة، لان معروف ان 80% من جهاز المناعة من الجهاز الهضمي. كمان هو مضاد للالتهاب، مضاد للاكسدة، مفيد جدا للاطفال، مليان فيتامينز ومعادن، بيقلل الكوليسترول، كمان مفيد جدا في انظمة الدايت. فما تنساش تدخل التوت في نظامك الغذائي. احذر من استخدام الكيس البلاستيك. للأسف احنا من غير ما نحس بنستخدم الأكياس البلاستيكية أسوأ استخدام. العيش بيبقى طالع من الفرن طالع منه البخار ونحط في الكيس البلاستيك، الفول بيبقى طالع بيغلي من القدرة ونحطه في الكيس البلاستيك، الصلصة بتاعة الكشري بتبقى سخنة مولعة وبرضه نحطها في الكيس البلاستيك. وللأسف الحرارة مع الأكياس البلاستيكية بتنتج مواد ضارة وسامة، فخلي بالك. عارف لو ضفت منه بس معلقة للبن يبقى انت عملت ايه؟ خدت مشروب مفيد جدا للقلب والأوعية الدموية، وخدت طاقة، خدت فيتامين ب، خدت فيتامينات ومعادن، كمان مفيد جدا لحالات القلق والاكتئاب، كمان بيزود الشعور بالشبع فمفيد لأنظمة الدايت، كمان بيزود حساسية الخلايا للإنسولين فبيعالج مقاومة الإنسولين، ومفيد جدا في حالات سوء التغذية. كل ده لو ضفت للبن معلقة كاكاو خام. دي جبنه بالطماطم. يؤسفني اقولك انك لازم تلغي الميكس ده لو عندك عسر هضم، لان الاحماض الامينيه اللي في الطماطم هيبقى صعب هضمها مع مشتقات الحليب. كمان لو عندك مشكله في العظم او عندك نقص في الكالسيوم يا ريت تلغي الميكس ده، لانه بيكون اوكزالات الكالسيوم اللي بتمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم. عموما الافضل انك تاكل الجبنه لوحدها والطماطم لوحدها.
ده مش شاي، ده مصيبة سودة. للأسف الشاي المعروف باسم شاي التخسيس أو شاي الرجيم لا هيخسسك ولا ينقصك في الوزن، لأن ببساطة كده ما كانش حد غلب، لكنه للأسف الاستمرار عليه هيسبب لك الجفاف والإمساك المزمن ونقص في الفيتامينز والمعادن وشلل في الجهاز الهضمي. دي مش جبنة، هي شبهها في الشكل لكن مختلفة خالص في المضمون. بتتكون من زيوت نباتية زي زيت النخيل، كمان مواد حافظة زي فوسفات الصوديوم والبوتاسيوم والدهون المشبعة. للأسف النوع ده من الجبن بيزود خطر الإصابة بأمراض القلب والمناعة، والأفضل إن احنا نستبدلها بجبنة قريش احنا عاملينها في البيت أو من مصدر موثوق. فيتامينات ومعادن اوعى تشتريها الا بقى لو ناوي ترمي فلوسك على الارض. واخر واحد هتستغرب منه قوي، الكولاجين الرخيص والتركيز قليل ملوش لازمه. شوربه الكوارع افيد لك. فيتامين كي ملوش لازمه غير في حالات معينه، والافضل انك تاخده من الخضروات الورقيه. اوعى تاخد الحديد والكالسيوم مع بعض. المغنيسيوم اوكسيد امتصاصه بطيء. اما بقى البيوتين المشهور للشعر نادرا قوي لما بينقص، اوعى تاخده الا لو كنت بتاكل البيض ني. ده ما بنحطوش على الاكل عشان يدي طعم حلو بس، ولا عشان حد يقولك تسلم ايدك. ورق اللورا مصدر ممتاز للالياف، بيحسن عملية الهضم وبيدي احساس بالشبع فترة طويلة، فبالتالي بيقدر يساعدنا ان احنا نتحكم في الوزن. كمان بيظبط سكر الدم وبيقلل الالتهابات. ده غير كمان انه مليان فيتامينز ومعادن زي A و B و C و E والفوليك اسيد. لما بنيجي نفتح البيضة ساعات بنلاقي شكلها كده او شكلها كده، وما بنبقاش عارفين ناكلها عادي ولا لا. طيب مبدئيا كده البيضه دي هي بيضه المائده العاديه وناكلها ما فيهاش اي مشكله. اما البيضه دي هي البيضه المخصبه، وبرده طالما ما دخلتش حضانات ونزلت الاسواق عادي فناكلها عادي وما فيهاش اي مشكله. اما بقى البيضه دي لو كان فيها نبض فما ينفعش ناكلها اصلا، لان ما فيهاش اي قيمه غذائيه. كل الفوائد الغذائيه استهلكت في تطوير جنين الفرخه او الكتكوت. تاني حاجة تعرضت لدرجة حرارة عالية لدرجة ان هي طورت الجنين، فبالتالي ممكن تكون بنسبة كبيرة حاملة للبكتيريا. ده مش رز مقرمش، ده رز محروق ولازم يترمي فورا، لان للأسف النشويات لما بتتعرض لدرجة حرارة عالية بتكون مادة اسمها اكريلاميد، وللأسف المادة دي مسرطنة. والكلام ده مش بينطبق على الرز بس، لكن كمان الشعرية ولسان العصفور والرز المعمر، اللي من المفترض اللي لونهم الطبيعي يبقى اللون الذهبي مش اللون المحروق، فخلي بالك. ده مش لانشون، ده نترات الصوديوم اللي بيعمل كمادة حافظة عشان يحفظ اللحوم المصنعة فترة طويلة ويديها اللون ده والطعم الجميل عشان يوقعوه في الفخ. للأسف المادة دي خطيرة جدا جدا وبتسبب أمراض أخطر، فخلي بالك. ده مش بانيه، ده جيلاتين وملوش اي فايدة. بنجيبه لولادنا عشان بيحبوه طعمه حلو، لكن بالنسبة لنا اسمه empty calories، يعني سعرات بلا فائدة. والافضل ان احنا نبدله بشوية فول، بيضة، بانيه حقيقي مش كداب. خلي بالك الكركم بيزود من تأثير أدوية السيولة وأدوية السكر، فممكن يعرضنا للكدمات والنزيف واحنا منبقاش عارفين من ايه. فحاول لو انت بتاخد الأدوية دي تقلله في الأكل، او كمان المشروبات العشبية اللي الناس بتعملها عشان تخس، اختراعات جديدة، او المكملات الغذائية اللي فيها كركمين.